أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في أول معارضها الشخصية نجحت الفنانة التشكيلية سامية المهدلي في جمع الاختلاف بحب حين ملأت أروقة قاعة الإسماعيل للفنون في جدة بمجموعة كبيرة من أعمالها التي حملت جوانب تراثية وتاريخية جنبا إلى جنب مع أعمالها التي جسدت أهم المعالم الحديثة في السعودية. المعرض مشاهدينا الكرام الذي تم افتتاحه على شرف رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بجدة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود. طبعا سيكون هو محور حديثنا في هذه الفقرة، وأرحب بضيفتي الكريمة. احنا معنا الفنانة التشكيلية الأستاذة سامية المهدلي. سعد مساكي. يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك أستاذة خلود. سعيدين بتواجدك. وأنا أكثر، وشكرا لاستضافتكم لي للمرة الثانية في استوديو روتانا. أهلا وسهلا فيك بأي وقت، وإحنا سعيدين بتواجدك كل يوم حتى معنا في سيدتي. الله يسعدك يا ربي، لي الشرف. أستاذ، أول شيء أهنيكي على المعرض، يعطيك ألف عافية. وسمعت إنه أنا ما كنت متواجدة لكن سمعت إنه المعرض حظى باهتمام كبير من الناس ومن الفنانين، وكان في حديث يعني كثير عن المعرض وأقوال مختلفة وأقاويل مختلفة عن المعرض، لكن كان الغالب أنه ما شاء الله نجح بشكل يعني يا رب لك الحمد. الحمد لله فعلا كان المعرض الحمد لله ناجح وكويس بإذن الله. عظيم. طيب أنت كنتي في المعرض بتقدمي مجموعة من الأعمال، يعني كانت أعمالك منتشرة ما شاء الله في المعرض، لكن كان أغلبها عن التراث. أنت ليش يعني ركزتي أو تركيزك كان منصب على التراث في هذه الأعمال؟ ركزت على التراث بالذات لأني أنا واحدة من الشباب اللي لي حنين ورابط مع التراث وأصالة التراث الشعبي بالمملكة العربية السعودية. طبعا بالنسبة لي التراث هو الأصالة وهو الحنين، فحبيت أني أبرزه في المعرض هذا كرسالة أني أعرف فيه الأجيال الجديدة والشباب اللي في سني برضه بيجهلوا بعض المعالم في المملكة، يتعرفوا على هذه المناطق التراثية والتراث بشكل عام. كنت مركزة على المناطق؟ ايوه بالضبط، ركزت على المناطق وفي اشياء مختلفة غير المناطق اللي هو من ناحية بعض الازياء الشعبية والتراثية وبعض المناطق وبعض التفاصيل او الهوايات القديمة. كونك دخلتي في الاعمال مباشرة، انا حاسة تعطينا تفاصيل اكثر عن اعمالك. تكلمتي على المناطق زي ايه؟ ملابس مثل ايش؟ يعني اعطينا فكرة اكثر. طبعا هو كانت افتتاحية معرضي كأول مسيرة للمعرض، بدأت فيها بلوحات لشخصيات الحاكمة للمملكة العربية السعودية. بدأت فيها بلوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان طول الله عمره، وبعد كده لوحة للقائد وموحد المملكة العربية الملك عبد العزيز، وبعد كده لولي العهد الأمير سمو الأمير ميغرن. وبعد كده بدأت بالعاصمة للمملكة العربية السعودية بأهم معلم في العاصمة اللي هو المصمك. أي بالضبط. وبعد كده انتقلت بباقي المناطق من شمال المملكة لجنوب المملكة لوسط وغرب. نعم، يعني كنت بتتكلمي على معالم ومناطق، يعني بتتكلمي على قيادات المملكة وحكام المملكة، وبتتكلمي على من خلال الصور واللوحات، وكنت بتتكلمي كمان على معالم في المملكة وذكرتي منها المصمك. يعني في ناس كثير للأسف ما دخلت ولا عرفت إيش بيحتوي المصمك. هذا من أجمل المعالم في الرياض. بالضبط. طيب سؤالي كان إنه كمان إنه زي ما تكلمنا عن التراث، لكن في شيء جميل أنت عملتيه، إنك دمجتي بين الأصالة والتراث وبين الحداثة. بالضبط. كيف عملتي كده؟ طبعا حبيت يكون في رابط على اساس انه المتلقي اللي بيجي للمعرض بيشوف هذا الرابط من خلال الاعمال، من خلال تنقلات الالوان بين الالوان الشعبيه والتراثيه للالوان الحديثه في المعالم السياحيه الحديثه للمملكه العربيه السعوديه. يعني كان الدمج من خلال الالوان والطرح، او مزج التراث بالحداثه من خلال التراث، من خلال الالوان عفوا. بالضبط، يعني كانت من خلال الالوان. مثلا عندنا اللي هو المعالم السياحيه القديمه او الان بدات تظهر الصور في الشاشه. ايوه بالضبط. لو بتلاحظي انه في الوان شعبيه اللي هو درجات البني والاصفر والبرتقالي. اما المعالم السياحيه الحديثه كانت تتناول الالوان اللي هي شويه صاخبه بتناسب عصرنا وزمننا هذا. طبعا حتى لمسه الفرشه والتكنيك المتبع في اللوحه برضه بيختلف من لوحه تقليديه للوحه حديثه، سواء كان منظر سياحي حديث او منظر سياحي حديث. ايش الاختلاف في التكنيك؟ يعني مثلا اللوحات التراثيه القديمه حاولت استخدم فيها نوع من المعاجين بيبرز ملامس في سطح اللوحه، بيبين انه
اللوحة كأنه في نوع من التعقيد وفي نوع من الخشونة. ايوه، لكن اللوحات اللي كانت تحتوي على مناظر سياحية حديثة مثل برج المملكة والفيصلية وبرج الساعة، الألوان كانت فيها واضحة أكثر وصارخة أكثر، تناسب صخب العصر اللي احنا بنعيش فيه. فحبيت إني أعمل هذا المزج اللطيف بين تنقلات الألوان وبين الملامس، على أساس إنه أظهر رسالة إنه إحنا لسه ما زلنا متمسكين بأصالتنا القديمة، ومن خلال هذه الأصالة والتراث إحنا تطورنا ووصلنا لعصر وزمن جدا متطور وماشيين فيه يعني. طب كان تركيزك أكثر شيء على في إبراز التراث ولا كان في إبراز العصر الحديث؟ كان إيش تركيزك؟ التراث أكثر شيء كنت مركزة فيه. طبعا زي ما تكلمت في حراك في إبراز التراث وإعادة إحياء طبعا على يعني الصعيد الفني. أنا ما بتكلم على صعيد الفن التشكيلي فقط، جميع أنواع الفنون. طبعا هذا اللي صاير فعلا من فترة، إنه صار بنركز مختلف المجالات والفنون على التراث الأصيل القديم، لأنه الناس لاحظوا إنه في انتماء، في ناس حابة تتعرف، تسترجع ذكريات وحنين وأماكن، وفي ناس تسترجع ذكريات اللي هي الأجيال القديمة، لكن بالضبط. في أجيال جديدة تبى تعرف إيش عبارة عن لوحة زمان، صورة زمان كانت بالضبط. أنت عارفة إنه من خلال أعمالي الحمد لله أنا كيف اطمنت إنه أنا قدرت أوصل الرسالة. لما شفت بعض المتلقيين في مناطق ما كانوا عارفينها، فلما شافوا إنه فين هذه المنطقة، إنه هذه رجال ألمع، هذا مثلا في جيزان، هذه المنطقة مثلا في يعني في معالم تعرفوا عليها الناس وتحمسوا إنهم هم يرجعوا يبحثوا عنها. تكلمت عن الناس أستاذتي، إيش كانت ردود الأفعال؟ الحمد لله كانت الأصداء جدا ممتازة وجميلة، يا رب لك الحمد، سواء من الكلام اللي وصلني مباشرة أو من الكلام اللي أنا سمعته من زميلاتي وزملائي. يا رب لك الحمد، هذا توفيق من الله. طبعا الكل كان مبسوط، حسوا بالانتماء وبروح حنين في نفس المعرض، لأنه زي ما قلت لك كان شيء قريب للقلب، كفاية إنه عن الوطن أكيد. عن المملكة، يعني الإنسان بيدخل هذا المعرض بيحس إنه منتمي لهذا الأعمال ولهذا المكان. طيب كان في ملاحظات؟ أكيد كل الناس، شوفي إحنا قد ما يكون في ناس تشكر وتشجع، لكن لما تلاقي ملاحظات كده حاجة كده أكيد هو الحمد لله يعني كنقد أنا ما سمعت إلا نقد بناء يعني الحمد لله، لكن عموما كمعرض شخصي أول عادة الناس بتبتعد عن النقد يعني وما تركز كثير، لأنه أول معرض، بعد كده الفنان حيكون مسؤول أكثر لما يقدم معارض تشكيلية متعددة، إنه لا خلاص الواحد بقى عنده خبرة، صار عنده نظرة، فيكون محاسب أكثر. لا بس الحمد لله كان الوضع جدا جميل، وكانت الانتقادات السلبية أقل بكثير من الإيجابية ولله الحمد. روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق رضاه، منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورضاه، وطني الحبيب وطني الحبيب ولم أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. وطني الحبيب وأنت موئل عزة، ومنار إشعاع أضاء سناه، وطني الحبيب وأنت موئل عزة، ومنار إشعاع أضاء سناه، في كل لمحة بارق أدعو له، في ظل حان عطرت ذكراه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه.
زغت النجوم نبيه والمخلصون استشهدوا بحماه. في ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى منيبا داعيا مولاه. يدعو إلى الدين الحنيف بهديه زال الظلام وعززت دعواه. في مكة حرم الهدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهداه. بيت الرسول ونوره وهداه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه.